السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. عودة الكابتن محمود الخطيب إلى القاهرة بعد انتهاء رحلته العلاجية في باريس، وقام باستقباله أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. الأهلي مطالب بدفع مبلغ بقيمة 1,000,000 جنيه لنادي المقاولين العرب بعد انضمام طاهر محمد طاهر لصفوف منتخب مصر لخوض ودية بلجيكا، بحسب بند في تعاقد اللاعب عند انتقاله إلى الأهلي. النادي الأهلي يخطط لجعل محمد الشناوي واليو ديانج ضمن الأعلى دخلا في مصر عن طريق إشراكهم في حملات إعلانية ضخمة تعويضا لهم عن الاحتراف. مارسيل كولر يطالب إدارة الأهلي بإنهاء أزمة محمود كهربا سريعا لحاجة الفريق إلى خدمات اللاعب، والأهلي يؤكد للمدير الفني أن الأزمة على وشك الانتهاء تماما. كولر يؤجل مباراة الأهلي الودية لحين عودة لاعبي المنتخب ومنتخب الشباب لرغبته في رؤية لاعبين بشكل أكبر. الأهلي يقترب من التخلي عن سعد سمير إلى فيوتشر بشكل نهائي بعد انتهاء إعارته. كولر يخصص تدريبات للاعبي النادي الأهلي على الكرات العرضية والثابتة والتصويب على المرمى من خارج منطقة الجزاء لتطوير أداء اللاعبين قبل مواجهة المقاولون والعودة للدوري. النادي الأهلي يؤكد على تواجد طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة مع أيمن أشرف في النمسا للإطمئنان على اللاعب في فترة العلاج. مارسيل كولر يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز خلال الفترة الحالية على معالجة إهدار الفرص السهلة التي كانت تعد النقطة السلبية الأكبر للفريق خلال الفترة الماضية، ويشيد المدير الفني بأداء اللاعب بيرسي تاو واجتهاده في التدريبات، ويجهز اللاعب للدفع به في المباريات الفترة القادمة بعد عودة الدوري. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن تأجيل قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى، والتي كان مقرر عقدها اليوم بسبب مشاكل تقنية تتعلق بالبث الفضائي لمراسم القرعة. مصدر من النادي الأهلي: بغض النظر عن موقف المدير الفني مارسيل كولر من أي لاعب قريب من نهاية عقده، الأهلي استقر على تجديد عقد حسين الشحات لمدة موسمين أو 3 إضافيين، خصوصا أنه كلف النادي مبلغ كبير عند ضمه من العين الإماراتي. الأهلي سيحتفظ بالشحات بغض النظر عن مشاركته أساسيا أو استمراره جالسا في دكة البدلاء، لأن لجنة التخطيط ترى أنه لاعب جيد وعنصر هام، وفي حالة وصول عرض رسمي من أي نادي خليجي في الإمارات أو السعودية لضم الشحات سيتم التعامل مع العرض وفقا للقيمة المالية والاستفادة التي ستعود على النادي واللاعب. والشحات لا يمانع التجديد، وسيتم عقد جلسة قريبا معه لحسم الملف، ولن يمانع أيضا في الخروج معارا حسب رؤية النادي والجهاز الفني. روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني يستقر على الدفع بطاهر محمد طاهر أساسيا أمام بلجيكا بعد المستويات الجيدة الذي قدمها اللاعب خلال التدريبات. أحمد شوبير: حدثت مشكلة مع الإسماعيلي وبدأ الكلام. عبد الرحمن مجدي هيمشي واتقال هيروح الزمالك، وأول حاجة تتبادر للأذهان لو في لاعبين من الإسماعيلي هيروحوا الزمالك هتكون في سعادة بالغة في الإسماعيلية. هنا مفيش تدمير للفريق وفي ود وفي حنية وولاد عم. علي معلول يفوز باكتساح على أفضل ظهير أيسر عربي في كأس العالم قطر 2022، وفاز معلول بنسبة تتخطى 80% على حساب السعودي ياسر الشهراني والقطري عبد الكريم حسن والمغربي نصير مزراوي. التونسي أنيس بوجلبال لاعب النادي الأهلي السابق عن تصريحات عبد الله السعيد، بيقول: توقيعي للزمالك قتلهم. الأهلي بعد خروج الغير سعيد حقق دوري الأبطال الأفريقي مرتين والسوبر الأفريقي مرتين، وحقق كأس مصر والسوبر والدوري وثالث العالم مرتين. عبد الله السعيد منذ خروجه من الأهلي 0 بطولات، لا أتذكر له شيء ولا بصمة حتى بعد الاعتزال دوليا. لا أحد يهتم. إذا من هو الذي قتل؟ الناقد الرياضي محمود صبري: حوار عبد الله السعيد مع الصحيفة الإنجليزية مدفوع الأجر. لم نرى صحيفة إنجليزية في التاريخ الرياضي تهتم بلاعب مصري محلي قرب من الاعتزال. صفقة الأهلي: مصادر إنجليزية تؤكد أن نادي ليفربول الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع الإيفواري ديفيد فوفانا مهاجم مولدا النرويجي خلال فترة الانتقالات المقبلة، وأيضا فإن اللاعب حاليا هو محط أنظار العديد من الفرق الأوروبية بعدما تألق اللاعب بشكل ملفت للأنظار، وبالتالي أصبح من الصعب جدا فكرة انتقال اللاعب للنادي الأهلي. أحمد شوبير: نواب بورسعيد اشتكوا من سباب جمهور الأهلي. أنا ما سمعتش وأغلب الناس ما سمعتش، والرابطة بس هي اللي سمعت وشافت وعاقبت. طب وصلات السباب اللي شغالة لحد الفجر اللي طالت مسؤولين ورياضيين وأشخاص عاديين وأبناء القوات المسلحة، هم السادة النواب ما سمعوهاش وما خدوش بالهم ولا إيه؟ يا أخي خلي فيه مساواة علشان الناس ما تحسش بالظلم ويبقى فيه مبدأ واحد.
أحمد يحيى وكيل إمام عاشور ومحمود الونش. إمام عاشور متبقي في عقده موسمين مع الزمالك ولا مانع من التجديد، والوقت الحالي ليس توقيت عروض، وإذا جاء عرض للاعب سننقله إلى نادي الزمالك. والونش قد يعود بعد 4 شهور أو أقل، وسيزور الطبيب بعد شهرين لتحديد الموعد النهائي للعودة. وزيارة صلاح له كانت مفاجأة دون تحديد مسبق، والنني له الدور الأكبر في مساعدته، وتأهيله قد يكون في قطر وليس في إنجلترا. بعد قرار إعادة انتخابات نادي سموحة، فرج عامر يعلن ترشحه لرئاسة النادي. كل المحاولات باءت بالفشل. ساديو ماني سيغيب عن أولى مباريات السنغال في المونديال أمام هولندا. وصول منتخب بلجيكا للكويت استعدادا لمواجهة منتخب مصر الودية. أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: حضور جمهور الزمالك بأعداد أكبر من باقي الأندية. استقبلنا الشكوى، وحتى نستطيع حصر أعداد الجمهور راجعنا كل شيء مع شركة تذكرتي، ولكن لا يمكن الحكم على العدد من الصور. شركة تذكرتي تعلن عن عدد الحضور في كل مباراة بعد كل جولة، ونحن نعمل على ذلك لأن هدفنا هو المساواة بين كل الأندية. علاء عبد العال: بحزن إني دائما بعيد عن الترشيحات في النادي الأهلي، رغم أنني أحد أبناء الأهلي، وإذا طلب مني العمل كمدرب عام في الأهلي مع مدير فني أجنبي سأوافق على الفور. إبراهيم حسن عن أداء النادي الأهلي: هناك دفعة للمدرب الجديد، فاللاعب المصري يحاول في بداية تواجد مدرب جديد إظهار نفسه بصورة جيدة حتى يطمئن على تواجده بالتشكيل، وحتى الآن الأهلي لم يصل للناحية الفنية العالية. ومن يدير الكرة في مصر هو حازم إمام ومحمد بركات. ما هي خلفيتهم وما هي الخبرات التي اكتسبوها وتدرج بها ونجحوا فيها؟ هناك أشخاص آخرين لديهم الخبرات ولا نريد أن نجامل أحد. رسمياً استبعاد كريستوفر نكونو من قائمة المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة، بعد تدخل قوي مع اللاعب كامافينجا أثناء التدريبات. إيريك تنهاج يخبر إدارة مانشستر يونايتد عن رفضه عودة كريستيانو رونالدو للعب للفريق أو العودة للتدريبات، حتى وإن لم يتم تعويضه بلاعب آخر خلال فترة الانتقالات القادمة. رسمياً الزمالك يقرر تمديد عقد يوسف أسامة نبيه حتى 2026. علاء عبد العال: الإقالة بهذه الطريقة لم تعد غريبة علي خلال مشواري كمدير فني، وأتوقع عودتي لقيادة أحد الأندية قريبا. نبيل عماد دونجا يبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج التأهيلي الخاص بتعافيه من إصابته الأخيرة بغضروف الركبة، وتدريبات تأهيلية لأحمد فتوح ويوسف حسن تحت إشراف الجهاز الطبي. أخبار عن عدم إحضار بعثة المنتخب الغاني القمصان الخاصة بالفريق مع البعثة إلى قطر، وسيتم شحن القمصان الخاصة بالفريق إلى قطر، ولكن الاتحاد الغاني متخوف من عدم لحاقهم بأول مباراة بسبب بطء خدمة البريد في غانا. انتهت أخبارنا. اكتب لنا في التعليقات توقعك بالنسبة لنتيجة مباراة مواجهة مصر وبلجيكا. لو الفيديو عجبك ادعمنا بلايك، اشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، والسلام عليكم ورحمة الله.